حدوتة ليني وسناتشي الجزء التاني. بعد ما القطط طردوا ليني وسناتشي من بيتهم، لقوا نفسهم في الشارع مش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه. بس وهم ماشيين فجأة في الشارع لقوا بيت شكله جميل قوي، واتبسطوا جدا لما شافوا البيت ده لأنه فكرهم بالبيت بتاعهم، وقرروا يروحوا يشوفوا مين اللي عايش في البيت ده. وفعلا راحوا وبصوا من شباك البيت لقوا عيلة جميلة قاعدين بياكلوا مع بعض ومبسوطين. سناتشي كان مبسوط قوي وليني كمان، وقعدت تقول يا سلام، مفيش أحلى من إن الواحد يكون عنده بيت جميل زي ده وعايش مع عيلته في سلام وسعادة وبياخدوا بالهم منهم ويهتموا بيهم. إحنا كمان كان عندنا نفس الحياة دي قبل ما ماما ما تمشي وتسيبنا. الست صاحبة البيت شافت ليني وسناتشي من الشباك وقررت تطلع لهم أكل عشان يتبسطوا وياكلوا. ليني وسناتشي فرحوا قوي بالأكل اللي طلعته لهم صاحبة البيت، وكانوا مبسوطين إن أخيرا لقوا حد يهتم بيهم ويأكلهم، وشكروا الست جدا جدا. لكن قبل ما ياكلوا ظهر واحد في الشارع وزعق لهم جامد جدا وقال لهم امشوا من هنا فورا، محدش هياكل في الشارع ده. ليني وسناتشي زعلوا جدا ومشوا قبل ما يلحقوا يدوقوا الأكل اللي طلعته لهم صاحبة البيت، ورجعوا للشارع تاني زعلانين ومتضايقين ومش عارفين هيعملوا ايه. وفجأة سناتشي اتبسط جدا وقال لي ليني استني انا لقيت مكان هناكل فيه، بصي هناك بسرعة. ليني بصت هناك وكانت زعلانة وقالت له استنى يا سناتشي، مش هنقدر ندخل، ممنوع دخول الحيوانات، احنا مش هنقدر ندخل المطعم ده وناكل فيه. بس استنى، انا جاتلي فكرة. ليني وسناتشي اتنكروا في لبس واحد وواحدة وقرروا يخشوا المطعم على انهم بني ادمين. واول ما دخلوا سناتشي كان متحمس جدا وقال للراجل اللي في المطعم لو سمحت انا عاوز اكبر سمكة عندكم في المطعم. بس وهو بيتكلم شنبه اللي مركبه وقع، والراجل اللي في المطعم اكتشف ان هما بيضحكوا عليه وان هما قطط مش بني ادمين، واتعصب جدا جدا وقرر يطردهم برا المطعم قبل ما يدوقوا الاكل بتاعهم. وتاني ليني وسناتشي لقوا نفسهم في الشارع مش عارفين يعملوا ايه ولا يروحوا فين. بس المرة دي وهم ماشيين في الشارع فجأة لقوا بيت شكله غريب ومهجور، وقرروا يدخلوا يعيشوا فيه. يا ترى هيحصل ايه؟